السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة سنة تانية إعدادي، يا رب كلكم تكونوا في خير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض درس جديد يونت 3. هناخد النهاردة ليسن 3 و 4، هنبدأ في بارت 1. يلا بينا كده نشوف الدرس بتاعنا النهاردة بيتكلم عن إيه. أول حاجة طبعا معانا الفوكاب بتاعة الدرس ده. charity معناها جمعية خيرية أو مؤسسة خيرية. charity جمعية خيرية. country side معناها الريف. country side الريف بتساوي كلمة the country. the country برضو الريف. emergency معناها حالة طوارئ. emergency حالة طوارئ. natural disaster معناها كارثة طبيعية. natural disaster كارثة طبيعية. proud فخور. proud فخور طبعا دي صفة. volunteer معناها متطوع. volunteer متطوع. great grandfather معناها الجد الأكبر. معناها الجد الأكبر. brain المخ. brain المخ. lungs معناها الرئتين. lungs الرئتين. heart القلب. heart القلب. pump يضخ. pump يضخ أو مضخة. زي ما انتم شايفين كده ممكن نستخدمها كنون وممكن نستخدمها كفيرب هنا وهنا. بعد كده burn يحرق وحرق برضو نون وفيرب. cut برضو نون وفيرب معناها يقطع أو قطع أو جرح. يعني لو واحد ايده اتجرحت مثلا فالجرح اللي فيه ده اسمه ايه؟ cut. ولو واحد بيقطع برضو ايه؟ cut. infection عدوى او اصابة. bones معناها عظام. earthquake معناها زلزال. family history معناها تاريخ العائلة. family history. necessary معناها ضروري او هام. necessary. sick مريض. nature طبيعة. nature الطبيعة. terrible معناها رهيب او فظيع، حاجة وحشة جدا. country side برضو متكررة تاني هي اللي هي الريف. بعد كده school project معناها مشروع أو بحث دراسي. school project مشروع أو بحث دراسي. the red crescent معناها جمعية الهلال الأحمر. the red crescent جمعية الهلال الأحمر. crescent لوحدها معناها هلال. معناها هلال. scary طبعا مخيف، دايما بتيجي مثلا مع الأفلام أو الروايات. health صحة. life حياة. lives حيوات طبعا الجمع بتاع حياة. بس معناها يجتاز أو يمر بينجح في الامتحان يعني. great grandmother زي ما قلنا بقى الجد الأكبر، هنا قلنا الجد هنا الجدة. special معناها خاص أو مميز. special خاص أو مميز. area معناها منطقة أو مساحة. بعد كده عندنا كلمة parts معناها أجزاء. parts أجزاء. function معناها مهمة أو وظيفة. function مهمة أو وظيفة. air هواء. air هواء. breathe معناها يتنفس. breathe يتنفس. blood معناها الدم. medicines أدوية. infect يصيب بالعدوى أو يعدي. stomach معناها المعدة. stomach المعدة. fill يملأ. fill يملأ. patients معناها المرضى. تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده. ideas معناها أفكار. ideas أفكار. plant يزرع أو نبات noun أو verb. mend يصلح. mend بتساوي fix مثلا. mend و fix الاتنين بمعناهم يصلح أو يعالج. هنا طبعا لكن fix معناها يصلح بس ملهاش دعوة بيعالج. هنا mend تنفع دي وتنفع دي. broken معناها مكسور. tomato plants معناها نباتات الطماطم. pieces قطع. jewelry معناها مجوهرات. furniture معناها أساس. بعد كده عندنا بعض الأفعال الغير منتظمة اللي اتفقنا إن احنا لازم نحفظها درس بدرس، ما ينفعش إن احنا نسيبها تتراكم علينا. عندنا أول فعل sew يخيط. sew يخيط. understand يفهم. think يعتقد. know يعرف. pay يدفع. عندنا 5 أفعال هم بالتصريفات بتاعتهم عايزين إن احنا نحفظهم كويس جدا. بعد كده عندنا الكلمة وعكسها. كلمة live يعيش. die يموت. serious خطير. safe آمن. ندخل بعد كده على جزء مهم جدا بيجيلنا كتير في الاختيارات وهو التعريفات. الكلمة ومعناها باللغة الإنجليزية، زي مثلا كلمة charity عارفين إن معناها جمعية خيرية. طيب يعني إيه جمعية خيرية؟ an organization that gives money هي منظمة بتعطي الفلوس أو food أو الأكل etc طبعا وأشياء أخرى تانية to people who are in need للناس اللي هم في احتياج لكده. بعد كده كلمة cut قلنا معناها جرح أو قطع أو يقطع. an injury when something cuts you هي إصابة بتحصل لما حاجة لما حاجة تجرحك. made by something sharp بتتم عن طريق عن طريق شيء حاد زي السكينة مثلا.
infection a disease in part of your body هي أو هو مرض في جزء من جسمك. countryside الريف the area outside a city هي المكان اللي بيكون خارج المدينة where there are farms and lots of nature اللي بيكون فيه حقول وبيكون فيه ايه طبيعة كتير. natural disaster معناها ايه كارثة طبيعية. natural disaster كارثة طبيعية. a terrible event such as an earthquake هو حدث فظيع أو رهيب زي ايه زي الزلزال. something that happens in nature and cause a lot of damage هو شيء بيحدث في الطبيعة وبيسبب أضرار كتير جدا. for example a flood or an earthquake على سبيل المثال الفيضان والزلزال. تعالوا نكمل. volunteer قلنا زي ما شفنا في الكلمات ان هو معناه متطوع. someone who works for no money دي اهم حتة تعرفها ان هو ايه حد بيشتغل for free او حد بيعمل شغل مجانا to help people عشان يساعد الناس. تعريف تاني a person who does a job without being paid for it هو شخص بيقوم بوظيفة من غير ما ياخد أجر عليها ده كده ايه متطوع. emergency حالة طوارئ something serious or dangerous هو شيء جاد أو خطير that you need to do something quickly about حاجة انت محتاج ان انت تعمل شيء او تقوم بأي إجراء بسرعة جدا ايه علشانها. lungs رئتين they take in air and help us to breathe بياخدوا طبعا الهواء وبيساعدونا ان احنا نتنفس. the parts of the body inside the chest which we use to breathe هي الأجزاء اللي موجودة في الجسم داخل الصدر وهي ايه بتساعدنا أو هي اللي بنستخدمها في التنفس. brain المخ it tells the parts of our body what to do هو الجزء اللي اللي بيخبر بقية الأجزاء في الجسم انتوا تعملوا ايه. heart القلب it pumps blood around the body هو اللي بيضخ الدم حوالين الجسم. proud يعني فخور. feeling happy about something you have done or are connected with انت بتشعر بسعادة على شيء انت عملته او انت مرتبط بيه. pump قلنا يضخ بقى زي القلب من شوية. make water air gas etc move in a particular direction the thing you use to do this هو ايه هو ان انت بتضخ مية هواء جاز دم اي حاجة انت بتضخها او بتخليها تسير في اتجاه محدد. بعد كده تعالوا ندخل على الجزء الخاص بالريدنج والlistening. هنا معانا نص الليسننج بيقول ياسر هنا بيتكلم I didn't used to know very much about my family history أنا ما كنتش أعرف كتير عن تاريخ عن تاريخ أسرتي. Then last week وبعد كده الأسبوع اللي فات I did a school project about someone in my family so I did some research and I found out some really interesting things about my great grandfather. بيقول ان هو بعد كده عمل مشروع مدرسي عن واحد من الأسرة بتاعته لذلك هو كان لازم يعمل بحث ومن البحث ده لقى معلومات يعني مثيرة جدا عن جده الأكبر. I knew he used to be a doctor but I didn't know he worked for a charity هو كان يعرف ان هو كان شغال كدكتور كان شغال دكتور لكن هو ما كانش يعرف ان هو كان شغال كان في منظمة خيرية. My great grandfather used to live in the countryside كان بيعيش في الريف and he worked as a volunteer doctor وكمان كان بيشتغل كدكتور متطوع يعني ما بياخدش أي فلوس. For the Red Crescent when there was a natural disaster or a health emergency إن هو كان بيشتغل كدكتور متطوع لجمعية الهلال الأحمر لما بيحصل كارثة طبيعية أو أي حالة طوارئ صحية. For example when there was an earthquake لما كان حصل زلزال my great grandfather went to help حصل زلزال كبير فجده راح عشان يساعد. the work was difficult and sometimes scary كان العمل صعب وكمان في بعض الأوقات كان بيكون مخيف. he also used to look after people who didn't have much money كمان كان بيعتني وبيهتم بالناس اللي معهاش فلوس كتير. I feel very proud of him أنا كنت فخور جدا بيه. تعالوا ما نكمل. هنا بقى نص الريدنج بيقول we should all be proud of مجدي يعقوب كلنا لازم نكون فخورين بدكتور مجدي يعقوب. he was born in 1935 هو اتولد سنة 1935 in بلبيس في بلبيس. but the family used to travel to many places because his father was an important doctor لكن كانت الأسرة بتاعتهم بتتنقل كتير وبتسافر كتير لأن والده كان دكتور مهم. مجدي also became a doctor كمان مجدي
أصبح أو دكتور مجدي يعقوب أصبح هو كمان إيه دكتور. Before he stopped working in 2001 قبل ما هو يتوقف عن العمل سنة 2001 he used to work in a special hospital in London. كان بيشتغل في مستشفى مميزة جدا ومستشفى خاصة في لندن. At this hospital في المستشفى دي مجدي used to help to give people new hearts for the first time. كان او بدأ ان هو يعمل عمليات ان هو زراعة القلب يعني للمرة الاولى. Before the 1980s people with heart problems often died. قبل او في الفترة بتاعت 1980 فيما قبلها بقى كان اللي عنده مشاكل في القلب في الغالب بيموت. In 2009 في سنة 2009 مجدي يعقوب started a charity for ill children in أسوان. بدأ جمعية خيرية أو منظمة خيرية في أسوان. Very ill children didn't used to live long lives. كان الأولاد اللي هم بيكونوا يعني عندهم تعب شديد خاصة في القلب ما بيعيشوش لفترة طويلة. But many ill children can now live healthy lives. لكن دلوقتي أصبح الأولاد دول اللي هم ممكن يكونوا تعبانين يقدروا إن هم يعيشوا حياة صحية طويلة. بعد كده عندنا ancient Egyptian doctors الأطباء في مصر القديمة. We know how ancient Egyptian doctors helped their patients because they wrote down their ideas thousands of years ago. احنا طبعا عرفنا ان الدكاترة او المصريين القدماء الدكاترة عندهم كانوا بيساعدوا المرضى ازاي، لانهم طبعا كانوا بيكتبوا كل حاجة على البرديات من الاف السنين. The body الجسم. Ancient Egyptian doctors understood that the heart pumps blood around the body. هم اكتشفوا ان القلب هو اللي بيضخ الدم للجسم. However, they used to think that the heart also pumped air to our lungs. لكن كانوا بيعتقدوا ان القلب كمان بيضخ الهواء للرئتين. They were also the first people to understand some of the things the brain does. كانوا اول ناس قدروا ان هم يكتشفوا بعض الحاجات اللي ممكن المخ يعملها. But they didn't know how important it was. لكن ما كانوش قادرين ان هم يوصلوا لأهميته يعني بشكل كبير. تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده. Ways to help. الطرق بقى بتاعت المساعدة. Doctors used to use plants to help people with burns and to stop infections. كان الدكاترة هناك بيستخدموا أو في الوقت ده كانوا بيستخدموا النباتات علشان يساعدوا الناس اللي عندها حروق أو يوقفوا العدوى. We still use some of these plants today. ما زلنا بنستخدم بعض الحاجات زي ديت دلوقتي. They also knew how to mend broken bones and sew cuts. كمان قدروا ان هم يعرفوا ازاي يعالجوا العظام المكسورة وان هم يخيطوا الجروح. But they didn't used to know everything. لكنهم طبعا ما كانوش يعني يعرفوا كل حاجة. For example, they used to make medicine from animal eyes. كانوا بيعملوا الدواء من عيون الحيوانات. They used to think that an animal's eye helped people who couldn't see. كانوا بيعتقدوا ان عيون الحيوانات تقدر ان هي تساعد الناس اللي هي ما بتشوفش. بعد كده اخر نص معانا. Life in ancient Egypt was different to today. الحياة في مصر القديمة كانت طبعا مختلفة عن النهاردة. Poor children didn't used to go to school. كان الفقراء أو الأطفال الفقراء ما بيروحوش للمدرسة. But children from rich families used to start school when they were about 7. لكن يعني الأطفال بقى من العائلات الغنية كانوا بيبدأوا الدراسة من سن 7 سنين. When they were at home, children used to enjoy playing games. لما يكونوا في المنزل كان الأطفال بيستمتعوا بلعب الألعاب. When older parents died لما كان الآباء بيموتوا they used to leave their houses to the sons. However, they used to leave things inside the house such as jewelry and furniture to the daughters. كانوا بيسيبوا المنزل نفسه للأبناء لكن المجوهرات والأساس للبنات. تعالوا ما نشوف بعد كده اللانجوج نوتس والاكسبريشنز والبريبوزيشنز. عندنا كلمة stop يأتي بعدها اسم ويكون معناها يوقف أو يمنع. وخلي بالك ان stop من الحاجات اللي بيجي وراها verb ing. لو جه وراها فعل هيكون فعل مضاف ل ing. هنا مثلا بيقول لنا doctors used to use plants to help people with burns and to stop infections. عشان يوقف او يمنع العدوى. تمام. تعالوا ما نكمل. زي ما قلنا من شوية ان stop بيجي وراها verb plus ing يكون معناها يتوقف عن او يقلع عن. يتوقف عن.
he stopped smoking يعني ايه؟ هو توقف عن التدخين. طب خلي بالك stop ممكن يجي وراها to والفعل في المصدر. ممكن يجي وراها to والفعل في المصدر. طب يا مستر ساعتها هيبقى معناها ايه؟ هيبقى معناها توقف لكي. توقف ايه؟ توقف لكي. تمام. فخلي بالك برضو من الفرق في المعنى، مهم جدا. اللي عندك في المنهج دلوقتي الفيرب ing بمعنى يتوقف عن. يتوقف عن اعتبرها دايما بالمثال اللي هقوله لك ده. he stopped smoking يعني هو توقف عن التدخين. اما الثانيه he stopped to smoke يعني هو توقف لكي يدخن. تمام. شايف فرق المعنى كبير جدا. proud of و proud to. proud of ياتي بعدها اسم او verb ing، اما proud to بياتي وراها ايه؟ الفعل في المصدر. تمام. هنا I feel very proud of my great grandfather يعني هنا جه وراها noun. تمام. اما اللي بعدها I am proud of being a teacher انا فخور بكوني ايه؟ بكوني مدرس. I am proud to be Egyptian انا فخور بكوني مصري. هنا to والفعل في المصدر، اما هنا of والverb ing. بعد كده works for no money يعمل بدون مقابل. do a school project المهم هنا do عشان هيسألك يا ترى هي do ولا make مثلا. a volunteer for متطوع ليه وبيجي وراها بقى المكان اللي هو بيتطوع فيها او المؤسسة اللي هو تابع ليها. different to مختلف عن. pay for يدفع مال ليه. cut نقط into cut the meat into small pieces يعني بيقطع حاجة إلى كذا، بيقطع اللحمة إلى قطع صغيرة. take air in يستنشق الهواء. write down يعني يدون. تعالوا ما نكمل ونشوف دلوقتي التدريبات اللي معانا. An earthquake is a natural طبعا خدناها في الكلمات a natural disaster يعني كارثة طبيعية. You can use this door in a or a نقط such as a fire. Pump mend farms ولا emergency؟ طبعا emergency في حالة الطوارئ. She was a نقط for the Red Crescent طبعا she was a volunteer لأن دي جمعية الهلال الأحمر. The نقط take in air and help us to breathe طبعا ايه الجزء في الجسم اللي بيعمل كده؟ طبعا اللونجز الرئتين. The نقط pumps blood اللي بيضخ الدم طبعا heart القلب. You should clean your hand well to protect yourself from coronavirus ايه؟ infection من الإصابة بمرض كورونا. A نقط helps people who are poor sick or don't have a home طبعا دي التشاريتي الجمعية الخيرية. Many ill children can now live healthy lives يعني حياة صحية. This football has no نقط inside it. I need to pump to fill it. يبقى الكرة ما فيهاش ايه؟ انا عايز ان انا انفخها، يبقى هي ما فيهاش هواء، يبقى no air. The heart pumps نقط around the body طبعا بيضخ الدم، ولسه حالين سؤال نفس الفكرة من شوية سؤال 5. The house is burned. There must be a fire. البيت بيتحرق اكيد في ايه؟ في نار. بعد كده milk cheese and fruit are نقط food طبعا كل دي من الحاجات الايه؟ الصحيه الهيلثي فود. She needs to نقط the balloon with air for her little son طبعا fill يعني يملأ. fill يملأ. He is 69 years now. He not working 9 years ago. الكلمة اللي بيجي وراها verb ing he stopped working يعني هو ايه؟ توقف عن العمل من 9 سنوات فاتوا. The ancient Egyptian doctors wrote نقط their ideas thousands of years ago. wrote down كانت آخر حاجة معانا في الاكسبريشنز الحاجات اللي شفناها من شوية. The sports coach was pleased نقط his winner team. pleased بيجي وراها with يعني فرحان أو مبسوط بفريقه الفايز. don't pay نقط this ticket it's free. لما تكون مجانية يبقى don't pay ايه؟ don't pay for. pay بيجي وراها حرف الجر for بمعنى يدفع إلى. هو بيقول لك ما تدفعش للتذكرة دي لأنها أصلا ايه؟ مجانية. بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى يكون كان فيديو سهل عليكم وبسيط. يا ريت تدعمونا دايما باللايك والتعليقات، وكمان تشتركوا في القناة عشان تتابعوا دايما كل جديد. احنا بننزل لكم مادة الانجليزي والدراسات والعلوم 3 مواد كاملين بإذن الله على القناة. هو الانجليزي اللي احنا شغالين فيه، اما العلوم والدراسات خلاص المنهج بالكامل كده موجود على القناة. اشوفكم على خير ان شاء الله في بارت 2، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.